محمد انا بنزل فيديوهات وما بتجيبش مشاهدات. طب ما انا زيك. انا بقول لحضرتك انا جيت في شهر اغسطس زي ما انت ما شايف، يعني ايه 11 مشاهده في اليوم الواحد؟ افتكر ان هتلاقيني بعدها بشويه بقول لك انا فعلت الربح، وافتكر بعدها بشويه هقول لك انا قبضت اول قبض ليا، وافتكر برضو ان انت حضرتك هتبقى في منكم لسه بيقول انا مش هبدأ دلوقتي، او انا هبدأ لما اجيب احسن كاميرا في العالم واحسن اضاءة في العالم. بص، هو الفيديو ده عشان بس نكون صراحة مع بعضينا هو مش تنمية بشرية ولا تحفيز، ولا هقعد اقول لك اقف قدام المراية وقول انا افضل يوتيوبر في العالم 7 مرات و8 مرات. لا، انا مش هخليك تعمل كده. انا هوريك اللي بيستمر في تنزيل المحتوى واللي بيجتهد وبيسعى ربنا ما بيضيعش تعب. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب. انا كنت من يومين بقول يا جماعه بوريكم احصائيات قناتي في الفيديو، يعني الحمد لله رب العالمين فيديو عدى بطريقه جميله، يعني اللهم لك الحمد. كنت ساعتها 800 مشترك، النهارده انا 1065 في قناه جديده. تمام، عايزك قبل اي حاجه وقبل اي حاجه اوريها لك في الفيديو ده، يا ريت تقول ما شاء الله، ويا ريت تدعي لي دعوه في ظهر الغيب. يعني ادعي لي دعوه، يمكن يعني دعوتك تفرق معايا، يعني هي هتفرق في كلتا الحالات. فادعي لي، والاحصائيات اللي تشوفها يمكن يا عم لو قليله بالنسبه لك قول ما شاء الله، كتيره بالنسبه لك قول برضه ما شاء الله. تمام. دلوقتي يا جماعه انا كنت في البدايه كنت بنزل فيديوهات، طبعا زي ما انتم عارفيني وعارفين قناتي انا يوميا بنزل من فيديوهين لثلاثه، والاحصائيات باينه قدام حضراتكم اهي. شايفين اهو كل يوم 3 4 5 فيديوهات كل يوم من اول يوم في القناه. طبعا اول شهر ما كنتش بنزل بالكميه دي، بس اللي انا عايز اوريه لك ان انا استمريت في تنزيل المحتوى، اذ افاجئ اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بدأ يوتيوب يحطني في المكان اللي المفروض اكون فيه. زي ما انتم ما شايفين، اذ افاجئ ان يوم 22 اجيب 2700 مشاهده في يوم واحد. وطبعا دي في قناتي نقله خرافيه. انا كنت بجيب 500 مشاهده، 500 800، يعني اليوم اللي عندي بيبقى ضارب كان 1000. بس الله يضاعف من يشاء. اذ افاجئ ان بقيت يا جماعه 2700 مشاهده في يوم واحد. تمام. 1065، يعني المشتركين انا امبارح زايد 110 مشترك. يوم 22 يا جماعه انا زايد 110 مشترك، اللهم لك الحمد. طيب محمد يا علاء، انت طالع تعمل الفيديو ده ليه؟ انا طالع اعمل الفيديو ده عشان اقول لك ان انت هتيجي فتره عليك هتفضل تنزل في محتوى، والمحتوى ده مش هيجيب مشاهدات وهتحبط والدنيا كلها تسود في وشك زي ما حصل معايا. لو جينا حضرتك في الشهر اللي فات اللي هو شهر سبتمبر، انا كنت يوميا بنزل فيديوهات يوميا. خد بالك هو بس الشريط ما بيجيبش كده بس عشان هو اليوتيوب مش محدث الشهر ده، بس انا حرفيا ما فيش يوم في شهر 9 ما نزلتش فيديوهات. تخيل حضرتك تبقى انت بتتعب تجيب من 200 مشاهده، اعلى يوم في الشهر ده تجيب فيه 900 مشاهده، اعلى يوم. وبالرغم من ان يوميا بننزل فيديوهات 5 فيديوهات 5 فيديوهات، ده في يومين ورا بعض و5 فيديوهات يا جماعه. تمام. تجيب في الشهر 500 ساعه، تجيب في المشتركين، تخيل معايا في يوم جبت فيه 2 مشتركين، 2. بس استمريت والله، استمريت في التنزيل، فضلت انزل فضلت انزل، ما اتبدلتش، ما عملتش حاجه غلط، فضلت مستمر. ما رحتش قلت لده والنبي اشترك لي، ما رحتش قلت لده والنبي مش عارف ايه اللي هو اشترك لي بالله عليك يا عمي الهي عيالك يحجوا، لا ما عملتش كده. انا كنت بفكر الناس بالصلاه على النبي، بقول لهم اذكروا الله، ولو انت عجبك الفيديو اشترك، ما عجبكش يا عم ربنا يسهل لك. بس ده اللي انا كنت بعمله. اللي كنت بعمله اني كنت بهتم بانشاء المحتوى. اللي كنت بعمله ان انا بطور من محتوى يوميا كل يوم لازم اطور في محتواي. اللهم لك الحمد. لو احنا جينا حضرتك في شهر اغسطس انا جايب فيه كله على بعضه اولا عن اخر 3967 مشاهده. اللهم لك الحمد، انا في اخر 48 ساعه جايب 6600 مشاهده. وده ان دل على شيء يدل ان ال 48 ساعه دول كانوا اكتر من الشهر ده. اللهم لك الحمد ما شاء الله. يا ريت نقول ما شاء الله، يا ريت. طب محمد علاء، انا شايف مشاهداتك قليله. لا بص ركز معايا، لما تكون قناه معتمده بالكامل على فيديوهات كبيره، لا دي مش مشاهدات قليله ولا حاجه. ولما تكون قناه جديده دي مش مشاهدات قليله ولا حاجه. ولما تكون قناه محتواها بين قوسين تعليمي دي مش مشاهدات قليله اطلاقا. لو انت راجل بتفهم يوتيوب هتعرف ان المحتوى التعليمي المشاهده فيه ليها قدرها. المحتوى الترفيهي المشاهده فيه انا بالنسبه لي مش محسوبه، لكن المحتوى التعليمي المشاهده فيه قويه.
النهارده اللهم لك الحمد أنا بقيت في الساعة الواحدة باجيب من 260 ل280 275 في الساعة الواحدة، اللهم لك الحمد. طبعًا فضل ونعمة من ربنا، ويا ريت يا جماعة نقول ما شاء الله، بس بافكّركم عشان يعني في ناس بتحسد، مش يعني يمكن ده بالنسبة لك حاجة قليلة، بس أنا باورّيك. الشهر ده إحنا داخلين في ال20.000 مشاهدة ومتبقى عليه 6 أيام، بالرغم من إن الشهر اللي فات سبتمبر أنا جبت 17,700 مشاهدة، وهارجع وأقول لك كنت بانزّل يوميًا بشكل مستمر من فيديو ل3 ل5 يوميًا، يوميًا، ما فيش يوم أنا يعني زي ما أنت ما شايف. بس زي ما قُلت لك افتكر إن هتلاقيني بعدها بشوية باقول لك أنا فعّلت الربح، وافتكر بعدها بشوية هاقول لك أنا قبضت أول قبض ليّا. وافتكر برضه إن أنت حضرتك هتبقى في منكم لسه بيقول أنا مش هابدأ دلوقتي، أو أنا هابدأ لمّا أجيب أحسن كاميرا في العالم، وأحسن إضاءة في العالم، وأحسن استوديو في العالم، وأحسن كمبيوتر في العالم. الكلام ده غلط، غلط ومستحيل وما بيحصلش، عشان تبقى أنت فاهم الشيطان بيضحك عليك. ابدأ النهارده أحسن ما تبدأ بكرة. بكرة المنافسة بتزيد عن امبارح، زي ما أنت ما شايف اللهم لك الحمد. الإحصائيات بتزداد شغالة وأنا باتكلم معاك. اللهم لك الحمد، فضل ونعمة من ربنا. أنا باقول فضل ونعمة من ربنا دايمًا. فعشان توصل للمكانة دي في اليوتيوب، ويوتيوب يحطك في المكان الصح، لازم تستمر في إنشاء المحتوى. محمد أنا بانزّل فيديوهات وما بتجيبش مشاهدات، طب ما أنا زيي زيك. أنا باقول لحضرتك أنا جيت في شهر أغسطس زي ما أنت ما شايف. يعني إيه 11 مشاهدة في اليوم الواحد؟ لأ نجيبها كده أهو، يعني إيه يا فندم 53 مشاهدة في اليوم الواحد؟ اقفل دي بس كده. يعني إيه؟ يعني إيه 210؟ ده كان يوم إيه بالنسبة لي طفرة. بُص كده 66 مشاهدة، يوم كامل 66 مشاهدة. يعني أنت عارف لو جينا مثلًا نحسب في اليوم ده الساعة مثلًا بتبقى واقفة عليّا بمشاهدتين، أنت متخيل معايا؟ وخُد بالك المشاهدات دي بتيجي لإن أغلب الفيديوهات اللي اترفعت دي كانت محتوى بحثي، محتوى مُعتمد على بحث المشاهد، فتلاقي الفيديو مثلًا 55، 100، 111، 100. بس اللهم لك الحمد لمّا استمرينا لقينا الإحصائيات بتزيد، لمّا استمرينا لقينا الإحصائيات بتزيد. تمام، اللي زي ما أنت ما شايف امبارح مثلًا أول امبارح 600، الحمد لله 1400، الحمد لله 2700. ما فيش مُنشئ محتوى هيورّيك إحصائياته كده بالتفصيل إلا كام واحد كده يتعدّوا على الصوابع، إلا كام واحد يتعدّوا على الصوابع. أنا ليه باورّيك كل ده؟ أنا باحفّزك، أنا عايزك تبدأ، أنا عايزك تبدأ، عايزك تنتج كل يوم. طب محمد ما فيش مشاهدات، طب ما عليّا وعليك، ما أنا كنت زيك والله. خُد بالك أنا لحد دلوقتي دي بالنسبة لي أنا كده برضه ما حققتش الtarget بتاعي، أنا باحمد ربنا في كل الحالات، باقول الحمد لله في مشاهدات قليلة، وباقول الحمد لله لو مشاهدات كتيرة، باحمد ربنا. بس الtarget بتاعي أنا عايز يوميًا أجيب مثلًا من 50 ل100 ألف مشاهدة في اليوم، ما فيش مشكلة. وأنت حضرتك بتفكّر هابدأ والّا لأ، في الوقت اللي أنت حضرتك بتفكّر وتبدأ فيه، في حد غيرك شغّال وبينتج وبيعمل وأنت نايم في العسل في المهلبية. فصلّي على حبيبك النبي وتوكّل على الله، فُكّك من حوار الكسل مش هيجيب هَمّه. تمام. كل اللي عليك تنزل تروح تجيب مايك بويا M1 ب250 جنيه، وصوّر يا عم بالكاميرا بتاعتك، اتفرّج على القناة بتاعتي فيها النصايح بتتباع برّه بفلوس، أنا بادّيها لك ببلاش for free. السلام عليكم، باي باي، وصلّوا على النبي.